بر الوالدين في هذا الزمان ديالنا واخا كنتكلموا عليه معظمه في السطور، ولكن العمل به قليل الا من رحم الله. بر الوالدين، المفهوم ديال بر الوالدين، كل شيء كيبغي يكون مرضي والديه، ولكن المفهوم كي داير. سيدي ربي ملي يتكلم على بر الوالدين جعلوا في واحد المساله مهمه في القضاء، قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهم اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اذا بر الوالدين، وما قالش بر الابوين. ملي كيقول الوالدين كيكون حظ الام في البر نصيبها هنا 90% والاب 10%. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اي الناس احق بري؟ قال امك، ثم امك ثم امك، في الرابعه قال ابوك. اذا ثلاث ارباع الموضوع البر كتاخذوا الام. علاش؟ لان حملته كرها ووضعته كرها، حملته كرها ووضعته كرها بالنصب. اذا اما الاب حمله خفيفا ووضعه شهوه، لكن الام هي اكثر. اذا فالام جاء واحد عند قال له جبت امي من اليمن على كتافي وصلتها وطفت بها، هل اديت حقي فيها حقها؟ قال ليه ما اديتيش حتى واحد الركله في بطنها، ملي كنتي كتركل في بطنها ما اديتيش حتى واحده من هذو. هذا مع العلم ان هذا من الصلاح، جاي مركب امه من اليمن وطاف بها ودا كل شيء وردها، ومع ذلك ما اديتي والو. اذا البر بالوالدين ما كتقدرش ترده ابدا. اذا لكن لا رضى عليك الله بسبب ما قمت به. علاش الله قال وبالوالدين وما قالش بالابوين؟ علاش؟ لان القوه ديال الرحمه كتكون في الام اكثر من الاب. ملي تكلم على وكان ابواه مؤمنين، هنا كيعطي السلطه للاب في القوامه حاجه، ولكن ملي جا قال الوالدين لا. فالرحمه كتبدا بالوالده وجات من الميلاد، من المولد. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. اذا البر الوالدين شرط اساسي. المرضي ديال الوالدين، مرضي الوالدين اليوم امتى كيقدر يغلط؟ الشيطان كيتبعه، يترصد لمن يترصد بالبار بوالديه. علاش؟ لان كيشوف واحد عنده واحد الورقه عظيمه مرضي، والمرضي كيبان لك في الدنيا الرضا كيبان على وجهه، والمسخوط كيبان السخط على وجهه. علاش ان المغاربه كيقول هذا واحد مسخوط الوالدين؟ ملي كتبان عليه شي يدير شي مصيبه كتقول هذا مسخوط الوالدين. كتشوف المصيبه اللي جات كتصرفقه هو الاول، كتعرفوا مسخوط ما كاينش تخرجيش. فملي كنتكلموا على